اما كانت خروجه يا ولاد. حبيت بس اصور لكم من اولها كده. بصراحه الولاد قالوا لي يعني من بدري، يعني بيقولوا لي يا ماما احنا عايزين بقى ايه، انتوا وعدتنا ان انتوا تودينا الملاهي وتخرجينا بقى شويه طالما احنا في الاجازه قبل ما الدروس ايه تبتدي. قلت لهم خلاص ماشي. كل يوم جودة تقول لي ايه، انت قلت لنا بكره، كل يوم بتقولي لنا بكره ما بنخرجش. قلت لهم لا تعالوا بقى انا ايه، نخرج النهارده. خدتهم ورحت على ملاهي اسمها ملاهي بابا عبده. الملاهي دي في ابو حماد عندنا في الشرقيه. طيب احنا عملنا ايه اول ما دخلنا؟ قلنا هنركب العربيات. انا بحب العربيات، فاجرنا عربيتين وركبت انا وعمر واحمد وجودي، كل اتنين في عربيه. انا بحبها جدا، يعني بحس كده ان انا فعلا سايقه عربيه. بس عمر غشيم شويه، كل شويه كان بيخبط فينا، فخبطه جت في اخته كده اترزعت. فقلت لها لا سيبيني انا بقى يا جود انا هتعامل. ايوه شوف هي دي الخبطه اللي خبطتها. بس بصراحه كانت ركوبه عسل. انا بحب العربيات وبحب اركب. شفتني يا ولاد وانا بركب العربيات؟ لا لا ما تروحوش بعيد، ده انا لسه هركب المراجيح. اصبروا بقى عشان لسه في مراجيح هنركبها كمان. امال العيال بس اللي هتتفسح ولا ايه؟ لا العيال هم والعيال. يعني انا حبيت بس اوطلكوا الصوت شويه بتاع الفيديو بحيث ان انتوا برضو تبقوا معايا في نفس المكان اللي انا كنت فيه، بحيث ان ايه كانت اغاني بقى شغاله وهيصه. كان في يعني اطفال تانية بتركب في مراجيح تانية برضو اغانيها شغاله، فتبص تلاقي الدنيا هايصه هناك يعني. قلنا بقى ايه نروق على العيال قبل الدروس. شهر 8 داخل اهو، الدروس كلها هتبتدي وربنا يعيننا بقى على المدارس، اكننا احنا اللي في المدرسه مش العيال والله. شفتوني بقى انا كده بقى رايحه لايه، اركب المراجيح. بس دي بقى انا سايبها لكم كده يعني ايه، مرضتش ولا اسرع ولا اي حاجه، لان انا فعلا انا حبيت ان انا اركب بس الموضوع طلع صعب. انا كنت مفكراها بتروح وبتيجي بس يمين وشمال وخلاص كده على الهادي يا زبادي زي ما بيقولوا. لا اتضح ان هي بتطلع بيا وبتنزل وتقعد تلف. يعني وهي بتطلع كده بتلف وبتنزل اليمة التانية. فانا اصلا عندي فوبيا من الادوار العالية، يعني الاماكن العالية انا بتعب منها. اول ما ابتدي يشغل انا قلت له شغل على الهادي كده علشان انا معايا عيال صغيره. فتلاقيته بيطلع بيا فوق. طب انا هروح فين بقى؟ قلت له لا 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 لا، انا ماليش في الطلوع ده، نزلني عشان انا عندي فوبيا. جاي يطلع تاني قلت له بقول لك نزلني. طلعت بقى مريم مكاني. حسيت ان قلبي بيقع هو بينزل وقلبي بيقع. بس وقف بقى كده قلت له وقف، كتر الف خير، متشكرين، نزلني ومريم هتطلع مكاني. طبعا عمر البتاع اللي قافله عليه ديت كاتماه. بيقول له انت قافل عليا بالحديده ديت، انت ناوي تعمل لي رجيم هنا ولا ايه؟ عمر بقى يقعد يصور دلوقتي. إيه. افترى بقى على العيال بص. لا الوضع صعب بصراحة ما كنتش قادرة. وعمر يصوت. قلت له مش انتوا اللي عايزين تركبوها اركبوها، انا ما اقدرش اطلع وانزل كده. خلاص يا عم ده انا تعبت لهم سلف والله. خلى العيال بقت تصوت وهي راكبه. قلت لهم مش انتوا اللي عايزين تتمرجحوا، استحملوا بقى.
بس علقهم فوق. قلت له يا عم نزلهم خلينا نمشي بقى، كفايه كده عليه. فريق بتعمل لنا باي باي. خلاص كده خلصوا ونزلوا. مرضتش اركب بقى مراجيح تاني، قلت لهم لا حلو قوي كفايه، حتى الولد انبسط اهم. واحمد اللي كان نايم على عينه خالص ما كانش قادر عايز ينام، فاق في المرجحه دي. يا دوبك خرجنا بس من الملاهي لقينا بتاع التين. عمر قال لي انا عايز تين انا واخواتي، قلت لهم تعالوا اجيب لكم تين. جبنا التين، جبنا لهم طبق تين كده، بس ما شاء الله يعني التين غالي جدا، مش عارفه الاسعار ايه. يعني طبق ب30، اقل حاجه ب20، طبق ب20، طبق ب30، وطبق ب40. انا جبت لهم طبق كده على قدهم هما ب30. واتكلنا على الله بقى، هما كلوا واحنا ماشيين ما صبروش. بس بعد كده مريم قالت لي يا ماما انا عايزه اجيب جاكيت. فتلاقينا سنتر حلو قوي كده ومول كبير ما شاء الله عليه، يعني كان اول مره اخشه، في حاجات حلوه جدا. فقلنا خلاص احنا هنخش نجيب جاكيت صغنن كده اللي هو الجينز ده، صيفي يعني، حاجه صيفي كده اللي هو ايه عشان الدروس بقى بدات. فعجبني هنا حاجه قوي على الملكان. قلت لها طب تعالي يا مريم نبص بصه هنا. بس الاول اصور لكم كده كام حاجه هنا كده. المكان حلو جدا بصراحه وراقي جدا وفي حاجات حلوه يعني، وحاجه نظيفه يعني. هو المحل في الاخر هناك. هتلاقيني مره واحده رايحه عليه كده علشان الجواكت عنده شكلها جميل. هي قصيره كده تتلبس على جيب، لان هي محجبه، فانا قلت لهم يا جماعه انا عايزه جاكيت قصير عشان هي محجبه تلبس على جيبه. فدخلنا مع بعض بقى المحل. بعد ما خلصنا قالوا احنا عايزين بقى ناكل. قلت لهم عايزين تروحوا فين؟ قالوا عايزين نروح ايه المكان ده. طب قلت لهم يلا. انا ما كنتش اعرف هو فين اصلا، فهم وصفوا لي المكان. جبنا توك توك وخدتهم، رحنا بقى لحد هناك. قعدوا بقى ينقوا العروض، كان في عروض نازله. نقوا 3 وجبات وحطوهم، والحمد لله قضينا اليوم، واليوم عدى زي السكر وزي العسل. وفرحتهم قبل ما الدروس تخش والمدارس تخش والغم يخش. يا رب الفيديو النهارده بتاعنا يكون عجبكم، واستنوني فيديوهات كتير. متنسوش بقى لايك وشير يا حلوين. باي باي.